هتستنى الموجة توصل لك ولا هتركب الموجة وتكون انت اللي سايقها؟ النهاردة هقولك ازاي تبقى الشخص اللي كل شركة محتاجاه في المستقبل. اولا، في مهارات اساسية لازم تتعلمها وتطور نفسك فيها. فالمهارات التكنولوجية الضرورية زي الادفانسد اكسل، تشمل بقى ازاي تستخدم الفي بي اي، الباور كويري، الباور بيفت، برامج التابلو، باور بي اي، اساسيات البرمجة للغة بايثون في بيجنر عشان تقدر تعمل تحليل بيانات، ادوات الاوتوميشن زي زابير او مايكروسوفت باور اوتوميت، فهم اساسيات الاي اي، ازاي تستخدم جات جي بي تي، ميدجورني، كلاود، جيميناي، فدي مهمه جدا. على الجانب الاخر في مانجمنت سكيلز لازم تتعلمها زي تحليل البيانات، فانت ازاي تحول الارقام لقصص مفيده، تشينج مانجمنت، فانت ازاي هتليد تيم في مرحله التحول، ديزاين ثينكينج، فانت ازاي تحل مشاكلك بطريقه ابداعيه، ايموشنال انتليجنس، فازاي تفهم احتياجات الموظفين في عصرنا الحالي. طيب هو كل الكلام دوت هيخلص في يوم وليله؟ لا طبعا، انت بتتكلم على الاقل في 6 شهور، بس انت علشان تعمل بقى دوت لازم انت اللي تحدد السكيدجول بتاعك على حسب ظروفك انت. طيب هتبتدي ازاي؟ اسس نفسك الاول. فانت هتبتدي بالادفانسد اكسل عن طريق اليوتيوب، هتلاقي قنوات كتيره قوي بتشرح ده. ابدا استخدم الشات جي بي تي في شغلك اليومي. اقرا كتاب بيبل اناليتكس فور دامز. خلصت المرحله دي، ابتدي اعمل اوتوميشن لمهامك وطبق اللي انت اتعلمته. ابتدي تطبق بروجكت صغير في الداتا اناليسيس في شغلك. ادخل على الجروبات والكوميونيتيز اللي ليها علاقه بالاتش ار تكنولوجي اللي موجوده على لينكد ان او فيسبوك. فنصيحه للموظفين اللي شايفين ان التكنولوجيا جايه تاخد شغلهم، فبدل ما تحس التكنولوجيا جايه تاخد شغلك، خليك انت اللي سايقها. والاداره الجديده مش هتكون بس اداره اشخاص، دي هتكون اداره نظام متكامل من البشر والتكنولوجيا. فالشركه اللي مش هتتكيف مع التحول ده هتفقد وضعها في السوق وبسرعه. ده في مدير اتش ار في شركه مصريه بدا يتعلم البايثون في اوقات فراغه، دلوقتي بقى في بي اوف بيبل اناليتكس في شركه تكنولوجيه عالميه. طب السر في ايه؟ ما استناش الموجه تجيله، ركب الموجه وسقها. فمن الاخر كده المستقبل مش هيستناك، بس انت تقدر تستعد ليه من دلوقتي. فلو عايز تعرف اكتر على الاتش ار والابديتس اللي فيه، ما تنساش تعمل لي فولو.